عليكم، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. سؤال نمبر 1 من الاسئله اللي قررت كتير على الفيس وكتير جدا بيسالوا عليه فقلت احله لك. السؤال بيقول ايه؟ بسم الله. They played well، هم لعبوا كويس. So they won the match، لذلك هم فازوا بالماتش. طيب بيقول لك حط اف. بص يا سيدي، صلى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دايما اما تستخدم اف انت بتعكس المعنى اللي مكتوب. يعني هم هنا لعبوا كويس فبالتالي هم فازوا بالماتش. ما ينفعش تقول لو هم كانوا لعبوا كويس كانوا فازوا، ما هم اوريدي لعبوا اوريدي فازوا. يبقى هقول ايه؟ هقول if ايه؟ if they لو ما كانوش لعبوا كويس يبقى if they hadn't اهي. hadn't ايه يا مستر؟ played well. if they hadn't played well كان ايه اللي حصل يا صاحبي؟ ما كانوش فازوا، يبقى they wouldn't. الله ينور عليك. طب wouldn't ايه يا مستر؟ have، اوعى تنسى have. والبي بي اللي هو won هي won. they wouldn't have won the match. يبقى انا كده عملت ايه يا صاحبي؟ عكست المعنى. if they hadn't played well، لو هم ما كانوش لعبوا كويس، بص المعنى عكسه ازاي؟ ما كانوش فازوا بالماتش. يبقى هو ده الصح. لكن ايه الحقيقي اللي حصل؟ ان هم لعبوا كويس. ايه الحقيقي تاني؟ ان هم فازوا بالماتش. يبقى دايما لما حضرتك تستخدم اف ركز يا صاحبي، بتعكس المعنى مش بتكتبه زي ما هو. ازاي احنا بنفترض شيء. ربنا يوفقك باذن الرحمن. سلام عليكم.